السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثاني متوسط. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله راح يكون معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعتقد أغلب الناس أو البعض منهم أن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط القرآن الكريم، لكن للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من المعجزات في زمانه، لكن المعجزة الخالدة اللي بقت لهذا يومنا واللي تبقى إلى يوم القيامة هو القرآن الكريم، لأن هو المعجزة الخالدة نفس ما ذكر فيه في الكتاب المقدس القرآن الكريم. فهسه بعض المعجزات اللي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قومه. يقول: ما هي معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو ذاكر بالسؤال قايل اذكر 5 من معجزات النبي محمد. هو هنا ذاكر لنا بالكتاب 9 معجزات. أولا تسليم الحجر. تسليم الحجر، يقصد به تسليم الحجر انه هو النبي محمد من سلم على الحجر عليه السلام فقد كان يسمع تسليم الحجر عليه، الحجر كان يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا عندنا نسج العنكبوت. نسج العنكبوت، واغلبنا نعرف قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما شنو دخل للغار، فبعدين العنكبوت نسج الباب حتى لا يبين انه احد موجود داخل العنكبوت، وهذه أيضا معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الإسراء والمعراج. كذلك الإسراء والمعراج، كيف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرى من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. وكذلك المعراج، كيف عرج إلى السماء. أيضا عندنا بعد من ضمن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبع الماء من بين أصابعه. كذلك الماء قام ينبع من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من ضمن معجزاته هو أخباره عن أمور غيبية، كان يخبر الناس عن أمور غيبية. من ضمن الأخبار اللي كان يخبرها كالنصر في يوم بدر قبل لا تبدي المعركة، أنه هو ذكر لهم أنهم راح ينتصرون في هذه المعركة، فهذا خبرهم بأمور غيبية. وكذلك أخبار عن المعركة التي جرت بين الروم والفرس، كذلك أيضا وخبر الروم انهم راح ينتصرون على الفرس في المعركة اللي راح تحدث بعد اوانها، يعني قبل لا تصير المعركة وخبرهم انهم راح ينتصرون، فهذا ايضا من معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك تكثير الطعام ببركته ودعاء، كان يدعو على الطعام فيكثر الطعام ببركة رسول الله وفضل دعائه. كذلك ابراء المرضى وذوي العاهات، نبي الله عيسى معروف هماتين ايضا يداوي المرضى ويشافي المرضى، فكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من ضمن معجزاته هو شنو؟ إبراء المرضى. كذلك عندنا انشقاق القمر الذي قد نطق به القرآن، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كذلك هذه معجزة انشقاق القمر، هي أن الكفار والمشركين تحدوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له ان احنا نتحداك اذا شقيت لنا القمر احنا راح نؤمن بيك ونؤمن ان انت رسول وان انت نبي ونصدق كلامك. فكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى شق لهم القمر، ورغم ذلك انهم الكافرين بقوا على كفرهم وما امنوا بالرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. فكذلك عندنا المعجزة الرقم 9 هي القرآن الكريم. القرآن الكريم نفس ما ذكرنا لكم هو المعجزة الخالدة، لأنه صار 1444 سنة لحد هذا اليوم هو احنا نحتاج القرآن الكريم، مو القرآن يحتاجنا. أغلب أمورنا أغلب أحكامنا الشرعية احنا نرجع وين؟ نرجع للقرآن الكريم. فكذلك القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، فيه النور والهدى، النور والهدى والعلم، فأي شيء علم معرفة تلقاه موجود وين؟ بالقرآن الكريم. فيه نور عندما تقرأ رب العالمين يهديك أيضا. وكذلك هو نفس ما معروف أنه هو شلون القرآن نزل على صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتى به الروح الأمين جبرائيل عليه السلام ليكون معجزته الخالدة والمؤيدة لصدق دعوته، وليخرج الناس بعد ما كانوا الناس كانوا بظلم، كانوا بجهالة، كانوا يعملون الفواحش، كانوا يعملون الفسق، فأتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعه القرآن حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن شر الانحراف إلى نعيم الهدى. فهي أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أعظم معجزات الأنبياء جميعهم. مو بس هي هاي القرآن الكريم أعظم معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أعظم معجزات جميع الأنبياء اللي سبقوه.
معجزة عيسى، موسى، إبراهيم عليه السلام وأغلب الأنبياء. فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة على بقية الأنبياء جميعا، لأنه معجزة خالدة باقية، فقد تعهد الله عز وجل بحفظه ما دامت السماوات والأرض. والقرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة رسول الله، فقد تحدى العرب بما فيه من الإعجاز ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله. بعد ما الكفار اعترضوا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له أنت جاينا بكتاب حال حال كتبنا، فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحداهم، قال لهم جيبوا لي 10 سور من سور القرآن، ما قدروا. وقال لهم جيبوا لي سورة واحدة، ما قدروا. 10 آيات أيضا ما قدروا. تحداهم جيبوا لي آية واحدة، ما قدروا. كلمة واحدة ما قدروا يجيبون من القرآن. فبذلك القرآن الكريم النبي محمد ألقى الحجة عليهم بعظمة القرآن الكريم. لهذا السبب صار القرآن الكريم معجزة خالدة. هسه عندنا أيضا سؤال يقول هل أثبت العلماء في الوقت الحاضر آثارا في انشقاق القمر، وأي آية تحدثت عن هذه المعجزة؟ العلماء طبعا علماء الفلك عرفوا أنه أكو آثار بالقمر، فجوابه راح يكون إن انشقاق القمر من المعجزات التي وقعت في عهد رسول الله، نفس ما ذكرت لكم إن هم تحدوا النبي يشق لهم القمر. فالمعجزة انشقاق القمر حدثت في وقت بعهد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا آثارها ما زالت باقية. إذ أثبت العلماء، نعم أثبت، يعني يقول هل أثبت هو بالسؤال؟ نعم، إذ أثبت العلماء أن هذا القمر قد سبق له أن انشق ثم التحم. ثبتوا العلماء بعد كشفهم بعد تحريهم اكتشفوا أن هذا القمر مشقوق، يعني انشق بزمن سابق اللي هو بزمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآثاره موجودة، وأن آثارا محسوسة تؤيد بذلك الحدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت إلى داخله. فالعلماء بعد نفس ما ذكرت لكم بعد ما بحثوا وتحروا أنه شافوا أنه هذا القمر فعلا هو منشق سابقا. فهذا أيضا من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندنا بلاغة القرآن الكريم، بلاغته فصاحة القرآن الكريم. فكان بوقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم العرب معروفين ومشهورين بالبلاغة والفصاحة، بس من اجى القرآن الكريم تحداهم النبي محمد، تحداهم بشيء هم ما يعرفون به، هم بارعين به. فمن تحداهم وجب القرآن الكريم شنو؟ دحر كل فصاحتهم وبلاغتهم، فكانوا يرتجلون الكلام البليغ في المحافل ارتجالا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان بعضهم كلهم يجتمعون الجن والإنس على يجيبون مثل هذا القرآن ما يقدرون، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى معجزة خالدة، مع ذلك عجزوا. عندنا سؤال من ضمن أسئلة المناقشة يقول القرآن هسه نفس ما ذكرنا لكم القرآن الكريم عرفنا معجزة خالدة. السؤال الرابع يقول اشرح وصف الوليد بن المغيرة للقرآن. الوليد بن المغيرة أحد أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واللي عاش بزمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشون وصف القرآن؟ قال الوليد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعده، فأعاد ذلك، فقال في وصف القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. يقصد في وصف القرآن الكريم، قاعد يوصف القرآن الكريم. يقول: فهو تبيان لكل شيء، يوضح العقيدة الصافية ويبين الأحكام الشرعية ويشرح المفاهيم الإلهية ويبرز الأخلاق الفاضلة ويعرض سير الأنبياء والأولياء ويصف نظام الحياة السعيدة ويحذر سوء العاقبة في يوم القيامة. هذا كل الأشياء موجودة بالقرآن الكريم. خبرنا بالأمم السابقة بالأنبياء السابقين على ما راح يحدث بالمستقبل، عن أمور غيبية، عن أخلاقيات، عن أمور أسرية، عن تهذيب، كلها موجودة بهذا الكتاب العظيم ألا وهو القرآن الكريم. فلهذا السبب أن القرآن الكريم هو صار معجزة خالدة. عندنا فقرة يقول: يختلف إعجاز القرآن الكريم. هسه عرفنا
احنا ماخذين إعجاز القرآن الكريم ومعجزات النبي والأنبياء السابقين. أكو اختلاف بيناتهم لو ماكو؟ طبعا أكو اختلاف. فيقول يختلف إعجاز القرآن الكريم عن معجزات الأنبياء السابقين بأمرين، إنه هو القرآن الكريم هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو يتشابه ويا معجزات الأنبياء السابقين لو يختلف؟ فبالتأكيد يختلف. النقطة الأولى يقول إن معجزات الأنبياء السابقين كانت في معظمها أعمالا خارقة لقوانين الطبيعة. مثلا معجزة موسى عليه السلام في شق البحر، هذه خارقة لأمر الطبيعة، ما حدث قبل ولا راح يحدث، فهذه انتهت بزمنها، يعني بوقت النبي موسى بعد ما مات النبي الله موسى انتهت المعجزة مالته. بينما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صحيح هو قتل أو استشهد، بس إلى الآن هو شنو باقي المعجزة مالته القرآن الكريم باقية إلى أمد بعيد، إلى نهاية إلى يوم القيامة. فذكرنا أن معجزات الأنبياء السابق كانت في معظمها أعمالا خارقة لقوانين الطبيعة، بينما كان الإعجاز القرآني متمثلا في بلاغة الأسلوب وما تضمنه من عمق المعنى وشمولية الموضوعات العقائدية والأخلاقية والتشريعية. فالقرآن الكريم في كل هذه الأمور، بلاغة، أسلوب، يتضمن عمق بالمعنى، وكذلك شموليته على موضوعات، يشمل موضوعات عقائدية تحدث لك عن الأمور العقائدية وإيمان الشخص وعقيدته، وكذلك أخلاقياته وتعامله مع الناس، وكذلك الأمور التشريعية والواجبات على الإنسان. كذلك النقطة الثانية باختلاف إعجاز القرآن عن معجزات الأنبياء، يقول إن معجزات الأنبياء السابقين انتهى تأثيرها المباشر بنهاية حياتهم، يعني من يموت هذا النبي، مثلا نبي الله عيسى من مات انتهت معجزته. هو شنو معجزته؟ إحياء الموتى أو شفاء المرضى، انتهت معجزته. وكذلك موسى عليه السلام، كذلك نوح، فمعجزاتهم تنتهي بنهاية حياتهم، في حين القرآن الكريم لا يزال يواكب حياتنا، فنرجع إلى آياته في كل وقت. كل وقت احنا نرجع لآيات القرآن الكريم. ليش نرجع؟ لمعرفة التعاليم والأحكام، ويواجه القرآن الكريم تحديات العصر. ايش قد اكو تحديات تتحدى القرآن الكريم بهذا الوقت وبعد ما راح تصير، فالقرآن الكريم هو اللي متصدي لهم، هو اللي يواجههم بهذا الزمن، يواجه تحديات العصر الحديث، وسيظل يواجه ويتحدى إلى قيام الساعة. راح يبقى القرآن الكريم. ليش بقى خالد؟ لأن راح ايش قد ناس تعترض على الدين، تعترض على القرآن الكريم، فالقرآن الكريم باقي وثابت، فلهذا السبب صار القرآن الكريم معجزة خالدة. هذا أغلب عموم شامل عن درسنا لهذا اليوم، درس سهل بسيط ما بيه كل صعوبة، هي فقط معجزات. عندنا معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات العلماء أن القمر هو فعلا منشق سابقا من خلال دراستهم، وكذلك تحدثنا عن الوليد بن المغيرة كيف تحدث في وصف القرآن، وكذلك تحدثنا عن المعجزة الخالدة ألا وهو القرآن الكريم، وكذلك بينا اختلاف القرآن الكريم عن معجزات الأنبياء السابقين. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarjic.com. المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.